أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة، أهلا وسهلا بكم. فوز مهم جدا لليفربول على برايتون 2-1، فوز صعب عشان ينفرد بالصدارة قبل المباراة اللي بتتلعب حاليا بين مانشستر سيتي وأرسنال. الاثنين النتيجة الكويسة نقول لليفربول لو الاثنين اتعادلوا او لو السيتي فاز، لكن ارسنال لو فاز هيبقى هو الاول بفارق الاهداف عن ليفربول. مباراه كبيره جدا من ليفربول برغم تاخره في اول دقيقتين بهدف لداني ويلبك، ولكن ضغط ليفربول طول الماتش. اضاع صلاح النهارده فرص كتير، برضه الصيام مأثر عليه، ولكن قدر يصنع هدف ليه او تداخل في صناعه هدف ليه لويس دياز عشان يتعادل ليفربول. وفي الشوط الثاني قدر يسجل صلاح هدف الفوز من تمريره لاحسن لاعب في المباراه أليكس ماكليستر، اللي عامل مباراه كبيره جدا وبيستمر على تقديم ادائه القوي في المباريات الاخيره. ماكليستر الصراحه مسجل هدفين وكان عامل 4 اسيستات، وحاليا برضه عمل اسيست الخامس. عامل مباراه كبيره جدا في كل حته، بيعمل تمريرات مفتاحيه عظيمه جدا. صلاح عمل اسيست جميل برضه لويس دياز، ولكن كان اوفسايد على شعره، بس زي ما نقول كده شعره. مباراه كبيره جدا من ليفربول، قدر ياخد 3 نقاط من برايتون. احنا عارفين ان اخر 4 مباريات ليفربول اتعادل ماتشين مع برايتون وخسر ماتشين. نتمنى يا رب التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح اللي بيستمر في تحطيم الارقام القياسيه. صلاح دلوقتي 16 هدف في المركز الثاني مع سولانكي ويكنز طبعا بفارق هدفين عن هالاند اللي عنده 18 هدف. صلاح هو ثالث لاعب في تاريخ البريمير ليج يشارك فيه 25 هدف تسجيل واسيست في 7 مواسم متتاليه، ما عملهاش قبله غير ألان شيرر وتييري اونري. بيواصل صلاح تقديم الارقام القياسيه وبتحطيمها. نتمنى رب التوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح ويكلل جهوده بالفوز بالدوري واليوروبا ليج عشان يبقى عملوا موسم كبير جدا، الموسم النهائي ليورجن كلوب مع ليفربول. اتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدعمونا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.